أمنية أحمد كان نفسه يخش الكلية الحربية، دي كانت أمنية حياته، ورحت معاه أوصله للكلية أول يوم. فقال لي كلمة كده وإحنا راكبين العربية، فبيقول لي يا ماما هقول لك حاجة. قلت له قول يا حبيبي. قال لي يا ماما ما تزعليش ولا تعيطي عليا لو استشهدت. فقلت له ليه بتقول كده يا أحمد؟ هو أنت رايح تحارب يا أحمد؟ أنت رايح الكلية يا حبيبي ولا الكلية جوه فيها حرب جوه؟ قال لي لا يا ماما ما فيهاش حرب ولا حاجة، بس أنا بقول لك عشان تزعليش ولا تعيطي عليا. وبعدين يا ماما الشهادة مش وحشة، وأحمد نال الشهادة اللي كان بيتمناها من أول لحظة رايح فيها الكلية. عشان كده أنا جيت المستشفى عشان أحكي قصة أحمد لأطفالنا الحلوين، عشان أشجعهم يصمدوا ويكملوا وإحنا جنبيهم. بقول للشعب المصري كله واجبك انت كمان تقف جنبيهم، عشان دول شباب واطفال مصر. اطفال مصر دول مستقبل مصر. مؤسسة مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.